بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، أصحاب السماحة والفضيلة والنيافة، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الظروف والمسارات الصعبة التي تمر بها الأمم، تستذكر الشعوب مواقف قادتها ورموزها، مستلهمة منهم العزيمة والصبر والإيثار والمسارات الصحيحة بما يتسق مع المبادئ والقيم التي ضحى من أجلها أولئك القادة الكبار. تمر علينا الذكرى الخامسة لرحيل الزعيم الوطني مام جلال طلباني رئيس جمهورية العراق الأسبق رحمه الله، بمرارة كبيرة وألم عميق لفقده وغيابه عن الساحة العراقية وعن شعبه الكردي في هذه الظروف الحساسة من تاريخ البلاد. إن وجود القادة الكبار ضرورة، وغيابهم خسارة، وذكراهم ذخيرة أينما حلوا ومتى ما استذكروا في أي زمان ومكان. فطبيعة تفكيرهم وحراكهم وسلوكهم يدفع شعوبهم وأتباعهم ومحبيهم لتجديد العهد معهم ومراجعة سيرهم وتجاربهم ومبادئهم، ليكملوا المسيرة ويأخذوا منهم الدروس والعبر الناجحة، ويعززوا المواقف ويواصلوا الطريق. إن شخصية الراحل مام جلال طلباني كانت فريدة ومؤثرة في الساحات الكردية والعراقية والدولية، وقد تمكن بتفكيره المتقدم أن يتجاوز أحلك الظروف وأخطرها، وأن يؤسس لمراحل مفصلية في تاريخ العمل السياسي العراقي. فعلى المستوى الكردي كان زعيما ملهما ومحبا لأبناء جلدته، ومتفانيا في الدفاع عنهم في سوح الجهاد ومعارضة النظام الاستبدادي العنصري الذي استهدف أبناء شعبه بكل صنوف العنف والقسوة والتهميش. ولكنه لم يتخل يوما عن كونه قائدا عراقيا اتسعت رؤيته لتشمل جميع العراقيين بكافة انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية والسياسية. إن الحفاظ على هوية العراق والكرد معا كانت من شواخص تجربته التي جعلت منه قائدا عراقيا بامتياز. مام جلال طلباني لم يتخل يوما عن الحقوق المشروعة لأبناء جلدته الكرد بشهادة أصدقائه ومنافسيه، ولكن ذلك لم يجعله يغفل يوما عن كامل الجغرافيا العراقية وتنوعاتها. وقد أنشد فيه الجواهري الكبير قائلا: شوقا جلال كشوق العين للوسن، كشوق ناء غريب الدار للوطن، شوقا إليك وأنت النور من بصري، وأنت مني محل الروح في البدن، ليصور عمق العلاقة والعاطفة بين مام جلال العراقي الكردي وبين الشاعر العراقي العربي الراحل محمد مهدي الجواهري. لقد كان يعتقد أن قوة العراق تكمن في تنوع مكوناته، وأن احترام خصوصية تلك المكونات لا يلغي وحدتها وتماسكها ضمن مشتركات الوطن الواحد ومصير الأمة الواحدة. ولذا توحدت عليه قلوب العراقيين، كما توحدت لديه هموم العراقيين وتطلعاتهم، فعاش رمزا ومات رمزا وطنيا تفتخر به الأجيال عبر التاريخ. وهذا ما انعكس بشكل جلي على طبيعة علاقته مع المكون الاجتماعي الأكبر في البلاد، من خلال صلته المباشرة بالنجف الأشرف وحوزتها ومرجعياتها
وأسرها العلمية، إلى جانب علاقاته الوثيقة بالعشائر العربية في الفرات الأوسط والجنوب، فكان ولا يزال محط احترام وتكريم المكونات العراقية، وفي مقدمتها المكون الشيعي الذي يتذكر مواقفه الوطنية في الدفاع عن المرجعية، والمكون الأكبر وحقوقه في المحافل والمحطات الوطنية والدولية. ولا يمكن أن نغفل بشكل خاص عمق علاقة الراحل بأسرة آل الحكيم خلال عقود طويلة من الزمن، منذ النضال المشترك مع شهيد المحراب الخالد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره في ساحات المعارضة الملتهبة، والتعاون والشراكة في التأسيس السياسي لمرحلة ما بعد سقوط الدكتاتورية مع والدنا الراحل سماحة السيد عبد العزيز الحكيم رحمه الله، والتراكم والاستمرار في علاقته الوثيقة معنا شخصيا حتى وفاته المؤلمة. لا يمكن أن ننسى هذا التاريخ المشترك وهذا الإرث الثمين وتلك المواقف المفصلية أبدا، وسيبقى مام جلال حاضرا في قلوبنا وعقولنا ووجداننا ما حيينا، وسنبقى نذكر لأبي شلال مواقفه المشرفة أينما كنا وكلما حانت الفرص والمناسبات. إنني أناشد إخوتي وأخواتي من أبناء شعبنا الكردي الأبي، كما أناشد أبناء مام جلال ورفاقه ومحبيه في الاتحاد الوطني الكردستاني، ولا سيما رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني الأخ العزيز الأستاذ باثل طلباني، وحلفائه في الحزب الديمقراطي الكردستاني والقوى الوطنية والكردستانية الأخرى، أن يعقدوا العزم على مواصلة منهجه ومبادئه ومسيرته الوطنية الغراء في الوحدة والتكاتف والتمسك بمشروعه والمضي بالمعادلات التي رسمها الراحل الكبير في حياته، والحفاظ عليها وتقويتها وتأكيدها. فعراق اليوم بحاجة ماسة إلى المزيد من الاعتدال والعقلانية والحوار والانفتاح والوحدة والانسجام بين العراقيين جميعا، وقد كنتم وما زلتم من أعمدة هذا المنهج القويم الذي يجب أن يستمر بقوة تكريما لذكرى مام جلال والقادة الوطنيين كافة. السيدات والسادة الكرام، حري بنا أن نستلهم من هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا توحيد المواقف والمسارات المطلوبة، ولا سيما مع ما يمر به بلدنا من لحظات حاسمة في تاريخه الحديث. وإني على ثقة بأن روح الراحل مام جلال تتوق ليأخذ كلا منا تلك المواقف الوطنية الحاسمة في حلحلة الخلافات بروح الإيثار وتغليب المصالح العليا للبلد. واسمحوا لي أن أتحدث بصراحة معهودة بين أهلي وإخوتي في إقليم كردستان. لا أحد منا ينكر أن هناك خللا بنيويا في طبيعة مسار العملية السياسية القائمة اليوم، ولا سيما أنها مرت بظروف استثنائية منذ التأسيس، وأن الاستمرار على قواعد الاستثناء يهدد نظامنا السياسي ويعرضه إلى أزمات خانقة ومتوالية. وهذا ما نعانيه اليوم من انسداد سياسي لم ينفع معه حتى خيار الانتخابات المبكرة. ولا أحد منا ينكر أيضا أن دستورنا الاتحادي بحاجة إلى تطوير وتفسير وتعديل للعديد من مواده بما يتناسب مع متطلبات التطور في التجربة السياسية طيلة العقدين الماضيين من عمر التجربة الديمقراطية في العراق. وحينما لا تكون الأزمات والمشاكل السياسية هينة أو عادية، فإن ذلك يتطلب أن يكون دور المعالجة استثنائيا يتناسب مع حجم المشكلة وضرورة مواجهتها بحزم وحسم ومسؤولية.
وهذا ما يجعلني أنتهز فرصة هذه المناسبة الوطنية الكبيرة في مخاطبة إخوتي من قيادات إقليم كردستان الذين لا أشك في إخلاصهم وحرصهم الوطني في النظر نحو بغداد بذات العين التي كان ينظر بها الزعيم الراحل مام جلال إلى بغداد، وأن يكونوا سببا حقيقيا في معالجة الانسداد السياسي الذي وصلنا إليه، لا سيما بعد البادرة الطيبة والموقف المسؤول في استئناف عمل مجلس النواب. إن الاتفاق على اختيار مرشح رئاسة الجمهورية لا يقتصر على تلبية استحقاق المكون الكردي فحسب، وإنما يمثل حاجة وطنية ملحة لمنع انزلاق البلد نحو نفق مجهول. وإن الاستعدادات لمعالجة الخلل البنيوي الذي أشرنا إليه سلفا يتطلب أولا تشكيل حكومة وطنية مسؤولة وقوية تمهد الطريق لمرحلة الانتقال الآمن في إجراء انتخابات مبكرة خالية من العيوب والملاحظات والإشكاليات السابقة المعروفة، وهو ما يصعب تحقيقه من دون انتخاب رئيس جمهورية متفق عليه كرديا ومصوت عليه وطنيا داخل قبة البرلمان، بما يتناسب مع خطورة المرحلة المقبلة وأهميتها في الإصلاح والمعالجة. لقد كنا دوما ولا نزال من دعاة الحوار الوطني والجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم والانسجام، وهو أمر نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى، ولكننا في الوقت ذاته يجب أن لا نتهاون في مواجهة التحديات بروح القانون والدستور والالتزام بالسياقات الدستورية في حفظ الدولة وسيادة مؤسساتها. إن أملنا كبير في الإحساس العالي والاستشعار الكبير للمسؤولية الوطنية لدى إخوتنا في إقليم كردستان، وأن البذرة التي زرعها الزعيم الراحل مام جلال ومن قبله الزعيم ملا مصطفى البرزاني رحمهم الله قد أتت أكلها، وسيستمر أثرها بإذن الله ويبزغ خيرها نجما في سماء العراق. نجدد تعازينا الحارة ومواساتنا الدائمة ووقوفنا معكم أيها الإخوة والأهل والأحبة، ونتمنى لكم المزيد من التوفيق والتألق والنجاح والعمل الوطني المشترك، مؤكدين لكم اعتزازنا وإصرارنا على هذه العلاقة الوثيقة وترابطنا التاريخي المتين. رحم الله مام جلال، ورحم الله شهداء العراق جميعا، رحم الله شهداء البيشمركة والحشد الشعبي وجميع صنوف قواتنا المسلحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.